إذن احنا في طور الاستعدادات للدورة السابعة إن شاء الله المهرجان السمرة الكوميديا الحسانية في دورته السابعة خلال أيام 3 و4 و5 من يونيو القادم، وهذه فرصة باش نطالعوا الجمهور من خلال منبركم ولا من خلال المنابر المحترمة على جديد هذه الدورة اللي هي ستتميز بمشاركة وازنة المجموعة من الثنائيات، لأن هذا السنة اخترنا الثنائي. كذلك ضيف الشرف من موريتانيا الفنان الكوميدي خونا حمود قوس الذي سيكون كذلك ضيف هذه الدورة، بالإضافة لبعض الضيوف من الدول العربية بطبيعة الحال. والجديد هو على أنه هذه السنة سنركز كذلك على استثمار هذه تيمة المهرجان بشكل في مجموعة من الفضاءات، بحيث على أنه سنركز على تنظيم خيمة الطرائف الحسانية بلمسة نسوية هذه السنة، اللي تكون من تنشيط مجموعة من الأديبات اللي قدموا مجموعة من البرامج التراثية، بالإضافة لمجموعة من المفاجآت إن شاء الله اللي تخلي المهرجان يحافظ على ذاك المستوى التصاعدي. وهذه الدورة أكيد على أننا نحاولوا ننظموها في هذه الفترة من أجل على أنه نحافظوا على هذا الموعد باش يبقى مستمر في أفق إن شاء الله، على أنه نطوروا إن شاء الله الدورات القادمة إن شاء الله. وهذه فرصة لمجموعة من الفنانين نجوم الشاشة بقناة العيون وكذلك الثقافة الحسانية على أنهم يحتكوا من بعد هذه السنوات اللي كانت سنوات ركود بطبيعة الحال المشهد الثقافي خلال سنوات كورونا. ونتمنى ان شاء الله على اننا ننجحوا في هذه الدوره، نراهن على سواعد محليه هذه السنه واكتشاف مواهب اللي تقود هذا المشعل، وهي اللي تنظم هذه الدوره ان شاء الله. ونتمنى نكونوا دائما عند حسن الظن. الان انطلقنا في الاشتغال، انطلقنا في الاستعداد، ونسابق الزمن على اننا نكون في الموعد ان شاء الله. وهذه فرصه باش على انني نشكر المنبر الاعلامي صحراء زوم وجديد الصحراء السباقين لانهم يعرفوا حتى الجمهور على جديد هذا الحدث، وتواجدهم معنا اليوم في عين المكان بمدينه السماره من اجل نقل كل كبيره وصغيره، وعلى ان يكون السبق في هذا المجال. شكرا.